اهلا بيكم في الكلام، معكم ابو العريس. كفايه خلاص، أنا مش عارف اعمل ايه. انا زهقت. شوفوا لي حل، هربوني، طلعوا لي الفضائيين. المهم اهرب. انا قاعد ماسك تليفوني ولا بيقعد عليا، مصمته عشان ما حدش يصدعني. اجازتي ومش عايز حد يصدعني. مره واحده الاقي التليفون بيرن، رحت فاتح طبعا، عايز اشوف مين اللي بيرن. فتحت لقيت التليفون مكتوب كوزو، ام كوزو لمبوزو. قلت عايزه ايه ام كوزو لمبوزو دي؟ يا عمتي ام كوزو لمبوزو. رحت فاتح لقيتها راحت مكلماني، قالت لي لازم تيجي يا ابو الاباريس. قالت لي لازم تيجي يا ابو الاباريس، عيد ميلاد كوزو النهارده. قلت لها انت عارفه ان يوم الاباريس مش هتقدر تخرجني. قالت لي لا، انت حر، ادخل زي ما انت عايز، لازم تيجي عيد ميلاد كوزو. قلت لها ماشي هنشوف. جهزت نفسي وقلت اروح عيد ميلاد كوزو. انا جهزت وخلصت، لسه برش برفان وطالع، لقيت حد راح قافشني، عكسني كده مره واحده وجابني هنا. قلت ايه ده؟ انا عرفت بقى، عرفت. عامل زي كأن حد بيخطفني، مغمية عيني كده وجايباني هنا على طول. قلت لها ايه ده؟ جبتني هنا ملابس ليه؟ اروح عيد ميلاد كوزو. قالت لي هو كده، مفيش عيد ميلاد كوزو، يبقى روحي بعد ما تخلص. قلت لها ليه؟ ام كوزو لمبوزه لسه متصله عليا. ايه ده؟ ايه الشر ده؟ وانت اصلا خطفاني عامل زي الحراميه كده ليه؟ وانت جايبه حرامي خطفاني كده ليه وغمية عيني؟ تقول لي بعمل لك مفاجاه. قلت لها ايه المفاجآت دي؟ مش عايز مفاجاه، ما تعمليش مفاجآت تاني. تعالى احكي لكم على كوزو لمبوزو منك لله، مش مسامح. كنت عايز اروح عيد ميلاد كوزو، كل واحد ياكله تورتايه جاتوهايه، مش احسن ما يجي يقعد يطبخ. احكي لكم بقى على كوزو لمبوزو. كوزو ولمبوزو دول توأم، بس احنا العيله يعني نصها توأم. فكوزو لمبوزو توأم. كوزو مولود قبل لمبوزو ب10 سنين، يعني النهارده كان عيد ميلاد كوزو. لمبوزو بقى بعد 10 سنين، 10 سنين جايين هيبقى عيد ميلاد لمبوزو. لخبطتوني، لخبطتيني، مش مسامحك. فانا كنت رايح عيد ميلاد كوزو، طبعا ام الابريس مش هتسيبني في حالي، وجابتني هنا زي ما قلت لكم. جابتني هنا. ليه جابتني هنا؟ طبعا عايز تعرفوا ليه جابتني هنا، هتعرفوا جابتني هنا ليه. اهدوا على نفسكم بس شويه. قالت لي ماليش دعوه، لازم تعمل لي طبخ النهارده. قلت لها ماشي. معانا لحمه توز، باميه توز، زبادوز، 2 سكروز، ليمونوز، دي لوحدها عشان ما حدش يتلخبط. عدتين تعذيب. توموز، لحمه توز تاني، بهارات، زيتوز، سيتوز. تعال انت هنا. ايه اللي وداك هناك؟ مش قلت لك اقعد هنا؟ اقعد انت هنا، اقعد انت هنا حاجه. تخبط في صحابك ليه؟ اهو هنا، دي هتتعمل بالزبادي عشان ما حدش يتلخبط. تعال انت هنا. ايه اللي وداك هناك؟ ودي هنشوحها عادي وهنعملها بالثوم. دي بقى عايزكم تتخيلوا هنعمل بيها ايه. دي بعد ما تتشوح هتنزل مع دي في تاجانوس.
هيبقى طاجن لحمة بالبناتوز. يلا. دي اللحمة. هنزل الزيتوز. ادوات تعذيب. يلا. انا تعبت دي. وناكلها كده. دلوقتي هناخد التوم.
حمرنا التوم، هنجيب الزبادو. هنعذبهم. دلوقتي هنعمل الشربات. كوبايتين سكروز، ودي حله توز فيها ميه كوبايتين. أداة تقليب مش تعذيب، فرقوا. دلوقتي هنعمل الجلاش. سمنة، سمنة وزيت الاتنين على بعض.
كل طبقة وطبقة هتحط سمنة عشان يورق. هنعصر نص ليمونة على الشربات. هنزل مكسرات. نصيحة من ابو الاباريس: حماتك زعلتك، لو حماتك زعلتك عادي، اوعي تزعلي حماتك. مش عايزك تزعلي حماتك، ما تزعليش حماتك، اديكي بتاخدي حسنات. تزعلك عادي، ولا انت هنا. عشان كل حاجة بتترد. لما تكبري وتبقي انت كمان حما، مرات ابنك هتزعلك. نصيحة: اوعي تزعلي امك. اوعي. امك تتعصب عليكي ما تزعلهاش. اوعي. وبعد كده ترجعي تقولي ايه؟ ابليس وسوس لي ازعل امي. لا، انا اهو بقول لك ما تزعليش امك. ماشي؟ لو امك اتعصبت عليكي وزعقت لك، ضربتك، ما تزعلهاش. ماشي؟ ما تزعليش امك، سيبيها تهدى. بعد كده بصي ايديها وراسها وصالحيها. حتى لو هي عجناكي، لو جري وراكي بالشبشب صالحيها. وما تفكريش يعني ايه ان انا بكره ام الاباريس. ما بكرهاش، هي بتعكشني هنا بس انا ما بكرهاش. عادي، انا بحب ام الاباريس. ام الاباريس ده على راسي، مش بكره ام الاباريس يعني. فكريني يعني بكره ام الاباريس عشان بتجيبني وتعكشني هنا؟ لا عادي، انا متعود، اتعودت. اوسوس؟ انا عايزه اوسوس. قلت نصايح كتير، لازم اوسوس. لو جوزك قرفك وقال لك اكلك وحش وانت اصلا ما بتعرفيش تطبخي، انت ما تنفعيش. لو قال لك كده، ولا في طبيخ ولا في اي حاجه، ويقول لك قرفان منك، قولي ماشي، امدتي اهي. دلوقتي هنحط الباميتوز.
تعذيب. هنعذبها كويس مع بصل. دلوقتي هنعمل الطاجن. هنحط الاول الباميتوز، مظبط لها الفلفل والبهارات بتاعتها. بعد كده هنحط عليها طماطموز، بعد كده لحمتوز اللي في الشرباتوز. هنحط الطماطموز، لازم نقلبه. حط اللحمتوز، هندخل الطاجن دلوقتي في الفرن. دلوقتي هنعمل رز وشعريه ومعانا الشعريه. هتقولي ماسكها كده ليه؟ عاكشها. انا عكشتها. شايفين ماسكها ازاي؟ اهي. انا بعكش، هي عندنا في العيله عكش، بعكش كل حاجه، محدش له دعوه. هتقولي الشعريه غلبانه، انا حر، انا بعكشها. تعالي. مش عايزه تنزل من الصبح. قول لها تعالي احمرك. مش عايزه. رحت عكشها. هي ما بيجيش معاها غير العكش. يعكشوها انتوا كمان. يلا انزلي. هنعذبها.
الجلاش من الفرن. هنسقيه شربات دلوقتي. الشعرية اتحمرت خلاص. هنجيب الرز. لو تلاحظوا ان ده لازم يتغسل 5 فمات. هتقولي ايه 5 فمات دي؟ فم يعني فم واحد جمعه ايه؟ فمات. ف5 فمات لازم يستحمى عدل. ماشي؟ ولو تلاحظوا تاني قسيت ضوافره، ان هو بيبقى عنده ضوافر كده، فانا لازم اقصها. اكله بضوافره؟ لا. بهارات، ملح وماجي. يعني خلصت كده، خلصنا الاكل بتاعنا. هتقولي انت لحقت تخلص؟ قلت لك اه انا سريع لحقت. ده طاجن باميه باللحمه، لحمه بالزبادي والثوم، دي ودي. والرز، جلاش المكسرات. ده الجلاش اللي بالمكسرات. تعالى. هتقولوا طبعا مش هاخد حاجه، ما خبيتش حاجه ليا، فكرني اهبل انا، مش كده؟ لا، انا مش عبيط. خبيت لي حاجه في السكرات او على قد. خبيت ده ليه؟ قليل. ده من الاباليس على قدها، بنعمل الشيف عليها. اثبت. ما قلتش لك لحد دلوقتي؟ انت ما عملتش لك لحد دلوقتي، وانت ما عملتيش لك لحد دلوقتي. اعمل فيكوا ايه؟ اعمل فيكوا ايه؟ اعكشكوا واجيبكوا هنا معايا؟ هتمنى اعكشكوا واجيبكوا معايا؟ ولا خلوا من الاباليس تعكشكوا؟ لايك واشتراك، يلا.